لوكاس فاسكيز على اليسار، فيرلان مندي وسط الدفاع للكابتن راموس ورافائيل فاران. ثلاثي وسط الميدان كاسيميرو كروس فيدريكو فالفيردي. ثلاثي خط النار اسينسيو بنزيما، والعائد الى الميادين البلجيكي ايدن هازارد. إذا يحكم المباراة كليمون توربان 38 عام، خبرة تحكيمية كبيرة في رصيده 217 مباراة بالدوري الفرنسي الممتاز، يملك 17 مباراة بالأوروبا ليج، 26 مباراة بالشامبيونز ليج. هذا الموسم الليلة يدير أول مباراة بدوري أبطال أوروبا. الموسم الماضي أدار 5 مباريات، كان حاضر في مونديال روسيا في مباراتين، أوروغواي السعودية وسويسرا كوستاريكا. روسيا بمباراتين، اوروغواي السعوديه وسويسرا كوستاريكا. لحظات والان تبدا قمه النار لهذه المجموعه الثانيه. ريال لانه ستيفان رادو الروماني وسينزي والرومان، وهذه كره ممتازه لاشلي يونغ الدوري الانجليزي. كره تعدي خطيره من ريال، جول اسانسيو بالتصويب، واندانوفيتش بخبره سنين طويله ينقذ الدفاع النيراتزوري. هذه الكره من ايدن هازارد، هذه الكره من توني كروس وبالراس تعدي طويله، جول وفاسكيز كروس في التحضير لفالفيردي. فالفيردي وتألق آخر لسمير أندانوفيتش. فيدريكو فالفيردي أمامنا، القيمة الثابتة طبعا 22 عام في مباراة وثلاثة وفيها جول. لا، صعب المباراة على العارضة، تكسر العارضة. هذا إنتر ميلانو وحده في أبرز فرصة في قمة الاسكاز، يعمل التحضير والتصويب. توني كروس في التصويب، والحارس سمير أندانوفيتش في التصدي. مباراة ممتعة إلى حد الآن، تليق بالعملاق، ويحضر كرة والتصويب صاروخية. يا سلام، أرتورو فيدال من العاصمة سانتياغو الشيلية. كيميوا الكلمة لك كريم بنزيما في القائم الثاني. نزار ترجع المخالفة، الكاس والتصويب غريب. فيدريكو فالفيردي يرفع التحدي، ولكن الكرة اليمين أشرف حكيمي، لكن وين ضاعت الكرة؟ كان بالإمكان أن يأتي كرة لأشلي يونغ. تعود الكرة للملكي ريال مدريد ايدن هازارد، تعني بكرة على اليمين لأشرف حكيمي. دفاع الانتر يلعب بالنار، يلزم إخراج اليوم. 3 لاعبين الانتر يتفوقوا طبعا على وكرة كريم، جول كريم، جول كريم، جول كريم، جول. الريال في أكبر المواعيد، الريال يرجع حديث في حديث. هدف أول للملك المدريدي لإنتر ميلانو، يعاين الأضرار خارج الديار. هو كريم، هو المرعب كريم بنزيما، هو قلب البطولة الإسبانية. شوف الكرة من أشرف حكيمي، ايدن هازارد يراوغ، أشرف حكيمي يعدي الأول والثاني، في تغطية لفالفيردي وإنتر ميلانو. تبع الهجوم لباريلا، دائما مباراة داخل المباراة بين لوتارو مارتينيز. يعود أشرف حكيمي بالوقت المناسب، كروس يتقدم وراموس. ما زلت نحكي على المطرقة، هذه هي المطرقة. راموس، هذا هو راموس، راموس. المطرقة الإسبانية تأتي بالثنائية. إنتر ميلانو في حالة انهيار أمام الريال. رويال هو سيرخيو راموس. ولما نحكي على راموس مشاهدينا الكرام، إلا أشرف حكيمي، ولكن بعد كرة الرائعة ولوتارو جول. الانتر جول. الانتر يسترجع تاريخه القريب مع مورينيو. مشاهدينا الكرام، اللعبة لعبته والدعم امام بيريتش. الكرة فاسكيز، كرة لاسينسيو، والكرة توني كروس يوزع الاسمراني الانجليزي. كرة 10 لقب وعمره 27 عام. ايدن هازارد، بروزوفيتش يتدخل. ايدن هازارد امامه 4 لاعبين من الانتر. مشروع كرة ذهبية أوروبية. توني كروس يوزع، إيفان بيريجيتش يتفوق على فاران.
والمخالفة تكون لكاسيميرو لأنه أعاق في بروزوفيتش اللي يوزع كرة الحكيمي، التواصل مع باريلا وراموس يتدخل بقوة. التماس للريال، ريال يعدي باريلا في دار المدافع مندي وتيبو كورتوا ممتاز. مندي ديبراي ترجع كرة لمارتينيز مرة أخرى بروزوفيتش، وإذا يسجل الليلة سيصبح اللاعب الأول الذي يسجل في شباك الريال مع 3 أندية مختلفة، اليوفي والبايرن والإنتر. قوس من مباراة ومتقدما على برشلونة بكروس ممتازة لكريم، يعدي كريم في التحضير، كرة للإنتر باريلا، حكيمي لكريم يحضر، يا سلام، والتسويف من فاسكيز. هذه كرة للإنتر وفيها جول، بيريسيتش جول، جول لكل من شكك في قيمة انتر ميلانو هذه الليلة. هذه الإجابة بالطول وبالعرض بالجملة وبالتفصيل، والريال يعيش الليلة كل الويل. يعدي البرازيلي بروعة، شكون الألماني يعدي ويصدق الانجليزي في وضعيه هجوميه. راشلي يوزع، لوكاس اللي يوزع امام مساحات غريبه وكرة جول رودريجو جول. اظهروا بان يا الريال في اصعب زمان. الريال يا سادة يعود كالعادة. انتر هو سادس اكثر الاندية الشعبية في اوروبا، الأوروبا ليج ومرة كأس العالم للأندية. بعيدة حكيمي يوزع في القائمة الثانية 645 متر، أشلي يونغ اللي يوزع، كريم أصاب كريم واندروفيتش. بنزيما البومبر الفرنسي يبقى دائما الأخطر فوق الميدان. اخوة الرياضيين، اهلا وسهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المغربيه من الجرائد الالكترونيه، حيث عنونت جريده هيسبريس مقالا لها بان بن عطيه يقول حكيمي تصدر جيل المواهب في المغرب، حيث اشاد الدولي المغربي الاسبق مهدي بن عطيه مدافع الداخل القطري بامكانيات وقدرات مواطني اشرف حكيمي مدافع انتر ميلان الايطالي، مشيرا الى ان ظهير ريال مدريد سابقا يعتبر من افضل الاظهره في العالم، اذ لا يتفوق عليه في الوقت الحالي سوى الانجليزي الكسندر ارنولد. وكشف العميد السابق المنتخب المغربي في تصريحات ابرزها موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي عن اللاعب الذي يتفوق حاليا على مواطني اشرف حكيمي قائلا: حكيمي ربما من يتصدر جيل المواهب في المغرب، انه من افضل 5 لاعبين في مركز الظهير باوروبا. واضاف اللاعب السابق اليوفنتوس الايطالي: خلال عامين سينافس حكيمي على لقب افضل ظهير في اوروبا مع الكسندر ارنولد، لكن في هذه اللحظه ارى ان اللاعب الانجليزي اقوى قليلا. ويعتقد اللاعب المذكور ان الظهير الايمن لنادي ليفربول الانجليزي يتفوق من الجانب الدفاعي مقارنة مع أشرف حكيمي الذي يتسم بنزعة هجومية واضحة، كما أن سرعته وقوته البدنية تخولان له الموازنة بين الواجبات الدفاعية والهجومية. وكان هذا موجز لأهم الأخبار الكرة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.